السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل صينية تورلي في الفرن بالفراخ. انا عندي المقادير بتاعتها. عندي بطاطس مقطعة مكعبات، عندي كوسة، جزر ما تقطعوش كبير اوي، قطعي رقيق عشان بياخد سوا، وعندي بسلة، وعندي بصلاية كبيرة، وعندي نص كيلو قوطة مصفياها وحط عليها شوية مية، ومعايا معلقة صلصة، ومعايا ملح وفلفل وكمون وكزبرة، شوية قرفة وبابريكا وتوابل، 7 بهارات، ومعايا معلقة توم صغيرة، وعندي هنا ملح وفلفل. هحطهم على الفراخ وانا بشوحهم في الزيت. عايز تحطي زيت، عايز تحطي سمنة، عايزة تحطي زبدة وزيت، براحتك على الاخر. انا هحط شوية زيت. يلا نشوف هنعمل ايه. انا حطيت شوية زيت صغيرين عشان كده وسخنة اهو. هحط عليها الفراخ. بسم الله. احط عليهم ملح وفلفل اسود، خلي ريحتهم حلوه وياخدوا لون. اهدي بقى عليهم النار شويه عشان ياخدوا لون معايا. انا هنا هقلبهم. بسم الله. عشان ياخدوا الناحيه التانية برضو لون. بسم الله. وبرضو هرش عليهم ملح وفلفل واسيبهم برضو يتحمروا شويه. انا كده اديتها لون. هزودها ميه واخليها تستوي. ميه مغليه. وهحط لها بصل والملح والفلفل الباقيين وورق لورا. هسيبها تستوي سوا كامل، غير حاجه بسيطه بس كده عشان لما احطها مع الخضار في الفرن. بس كده. انا هنا حطيت معلقه سمنه صغيره. هحط عليها البصل. هديله تشويحه بس. هديله بس مش هحمره. هنا الفراخ على النار. هسيبها تستوي وبعدين احطها على وش الصينيه. احط عليها الثوم. بسم الله. واقلبهم مع بعض لغايه ما ريحته تخلص. احط الجزر. بسم الله. اديله تشويحه معاهم. ومعاهم شويه من التوابل، فلفل اسود والبابريكا والكمون والبهارات وشويه قرفه وشويه ملح.
طول ما بيتشوح كده يبقى طعمه حلو. نحط الجزر الاول لان الجزر بيبقى ناشف. كده حاجه يعني نديها دقيقتين كده وخلاص، لانه كده كده كله هيخش الفرن. حط عليه البطاطس عايزة تحطي اي خضار، عايزة تحطي كمان فاصوليا خضرا حطي، بتنجان، اللي انت عايزاه حطيه، الخضار اللي انت حباه. هدي التقليبة برضو وابتدي احط عليه الكوسة والبسلة. نشوحهم برضو مع بعض. التشويحة دي بتخلي الخضار متماسك ويطيريش وبتدي طعم. نبدأ الفراخ كده عشان ابتدي اخدها، هي الوراك ما بتاخدش سوا يعني زي الصدور، انا اديها تقريبا كده عشان هاخدها مع الصينية واحطها في الفرن. كده خلاص شوحت الخضار، نحط معلقة الصلصة واقلبها برضه كده عرفنا خدت من طعم الخضار. بحط عليها الطماطم، بسم الله اهي، نحط نص كيلو وعليه شوية مية صغيرين مصفية يعني ضرباها ومصفية، واحط كمان التوابل بتاعتها. اقلبهم واضيف برضو شوية مية تاني، او ممكن اخد من الشوربة دي واحط عليها. احط الوراك بسم الله بالشكل ده كده. كده انا سبتها على النار هي 10 دقايق كده عشان الفراخ تبقى مستوية 3/4 سوا او داخلة على السوا. لازم تسوي الفراخ كويس قبل ما تحطيها في الخضار بالمنظر ده. هحطها بقى في الفرن واخليها تستوي مع نفسها وتتحمر. انا حطيتها على الشبكة فوق الصاجة
مش على الصاجة نفسها، على الشبكة فوق الصاجة، واسيبها بقى يتحمر مع نفسها. كده انا طلعت الصينية من الفرن. خلوا فيها تكة يا جماعة في الخضار عشان ما تاكلوها ما تبقاش مهرية، عشان لو كنت سخنتوها حتى الأطفال ما تتهريش. ولو عايزة مية زودوها مية مغلية، لو عايزة مية وهي جاية الفرن حط لها مية مغلية. وعملت جنبيها رز بالشعرية، وعملت بتنجان مخلل. وبالهنا والشفا.